اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده محضر لكم كوليكشن هايل جدا جدا جدا. الكوليكشن ده من 12 ولاعه ليفل 1 ورونسون والتوب 3. ليفل 1 معانا مكون من 5 ولاعات، والرونسون مكون معانا من 4 ولاعات، دول 3 والرابعه جوه العلبه. ويا ترى العلبه دي جواها ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في فيديو النهارده. وليفل الوحش بقى التوب 3. تعالوا يلا نشوف مع بعض كده فيديو النهارده. ويا ريت لو عجبك الفيديو ده ما تنساش دوس لايك سبسكرايب، وعرف طبعا ان انا اشترك في القناه، وخليهم هم كمان يشتركوا في القناه. ويلا نخش مع بعض في الفيديو. يلا نشوف ليفل 1 مع بعض. مكون معانا من 5 ولاعات. اول ولاعه منهم ولاعه وين ياباني زي ما احنا شايفين كده. ولاعه ممتازه جدا جدا جدا. طريقه الاشعال بتاعتها بطريقه سهله جدا. بندوس على الزرار ده اللي تحت كده، الولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. مكان الملو بتاعها سهل جدا. من المكان اللي في النص ده كده ده مكان الملو، اما هنا ده مكان زياده الشعله وتقليلها. والجزء ده مكان البطاريه، لان الولاعه دي بتشتغل بطاريه بحجر 12 فولت زي اللي بيتركب في ريموت السيارات، وهنلاقيه عند بتاع الساعات او هنلاقيه عند بتاع السيارات. ولاعه ممتازه 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 زي ما احنا شايفين. وان صناعه ياباني، خزان نحاس، وتقيله جدا في الايد. تاني واحدة معانا، لو لسه برضو ما اشتركتش في القناة تعالى اقول لك ان الولاعة دي مش اول مرة تيجي عندنا. كان عندنا منها شكل قبل كده. الولاعة دي اسمها الولاعة البسكوتة، وطريقة الاشعال بتاعتها من الزرار ده لتحت كده. بس دي اوتوماتيك مش حجر 12 فولت، ده كده اوتوماتيك مش حجر 12 فولت. طريقة الملو بتاعتها سهلة جدا. من تحت هنا كده هنلاقي ده مكان الملو، هو نفسه مكان زيادة الشعلة وتقليلها. الولاعة دي نوعها ايه؟ الولاعة دي نوعها صارومة ياباني. زي ما احنا شايفين شكلها من الظهر باللون الاسود، وشكلها من قدام باللون الفضي بزرار ذهبي، يعني ليها اكتر من واجهه ممكن تتحط عليها. ولاعه مميزه جدا جدا جدا. ونجربها مع بعض مره تانية. ولاعه شغاله بكفاءه تامه. تعالوا نوطي الشعله بتاعتها شويه عشان نعرف برضو مكان تقليل الشعله منين. من المكان ده اتجاه السالب كده وطينا الشعله بتاعتها، والولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. اما تالت واحده معانا النهارده برضو ولاعه اوتوماتيك، ولاعه ياباني زي ما احنا شايفين. ولاعة ياباني بخزان نحاس. ولاعة مكان زيادة الشعلة وتقليلها من المكان ده، اما ده مكان الملء بتاعها. الولاعة عليها نقش وهي باللون الفضي. النقش بتاعها شكله شيك قوي 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 على فكرة. بتحط على الترابيزة كده، شكل النقش بتاعها شيك. وطريقة الاشعال بتاعتها سهلة جدا. تعالوا نوطي الشعلة بتاعتها شوية في اتجاه السالب زي كده، ولما نعلي يبقى في اتجاه الموجب. ولو كنت لسه برضو مشترك جديد معانا في القناة، شوف الفيديوهات القديمة هتلاقي فيه اشكال نفس الشكل ده. بس مع الاسف طبعا مع كل كوليكشن بيخلص بنعمل كوليكشن جديد. والنهاردة هيكون معانا اخر 2 بترس من الجنب. شكلين مختلفين، ستايلين مختلفين، ولكن طريقة الاشعال واحدة او طريقة الشغل واحدة. هنا هنلاقي الكوري قصاد الياباني، الكوري قصاد الياباني، والاتنين خزان نحاس، والاتنين تقال في الايد. وكل واحدة فيهم ليها شكل مختلف عن التانية. الياباني تحس ان فيه شكل دبابة كده محطوط قدام منك، لو حطيتها على الجنب ده ولو حطيتها على الجنب ده شكلها سليم وشيك قوي. فيعني حاجة بصراحة مميزة جدا جدا جدا. وبرده الكوري كده شكلها سليم ورفيع ولون ذهبي في اسود، شكلها جميل جدا جدا. تعالوا نعرف مع بعض طريقة اشعال كل واحدة منهم. الاولى هنا بنفتح الغطاء الصغير ده ونولع، وهنا ده كده مكان زيادة الشعلة او تقليلها بالشكل زي ما احنا شايفين. اما مكان الملو بتاعها من تحت هنا كده هنلاقي ده مكان الملو بتاعها. الصمام تحت الغطاء ده بس محتاج ان انت تفكه باي مفك كده يبقى كبير شويه، لان المفك ده صغير هيقطعه مش هيظبطه. اما هنا ده كده مكان تغيير الحجر بتاع الولاعه. بنفك كده بالراحه، ولازم تكون حذر وانت بتفك حجر الولاعه بالذات الانواع دي. هي عشان ايه؟ عشان بيكون في سوسته ورا المسمار ده، فلازم ما تشيلش ايدك ولا تحرك ايدك قبل ما تتاكد ان انت مسكت السوسته في ايدك. مكان تغيير الحجر من هنا كده، بنركب الحجر ونرجع نقفل تاني السوسته في نفس المكان بتاعها. ولاعة خزانة نحاس، ولاعة تقيلة في الإيد، والنوع بتاعها بوتشي. ولاعة بتنتمي لعائلة الوين من الولاعات الجميلة والممتازة جدا. ومن هنا كده نقدر إن احنا نعلي الشعلة بتاعتها. أما الولاعة رقم 5 والأخيرة معانا هتكون
الولاعة السونيكس الكوري. ولاعة سونيكس كوري، والولاعة دي يا جماعة بس عشان نكون متفقين مشهورة جدا بين الناس ومعروفة بين الناس، هي خزانة نحاس وجميلة وسليم وكل حاجة، بس سعرها ما بيوصلش لل1000 جنيه وال2000 جنيه زي ما الناس بتهول وبتقول أرقام فلكية في شراء الولاعات وبيع الولاعات. الولاعة دي هي يعني رينج السعر بتاعها 200 جنيه 250 جنيه، والولاعة اللي معانا دي سعرها 250 جنيه. ولاعة ممتازة وممتازة. مكان برضو تغيير الحجر من ورا هنا كده زي ما شفنا في الولاعة اللي فاتت، وبرضو هنا ده كده مكان الملو بتاعها. الولاعة خزان نحاس. تعالوا برضو نفك المفك ده، هيقدر ان هو يفك معانا الغطا، فهيبقى سهل جدا ان احنا نشوف مكان الملو، صمام الملو بتاعها من المكان ده كده زي ما بنقول تقيلة في الايد. مكان الملو بتاعها مكان تغيير الحجر من المكان ده كده. بالراحة على مهلك وانت بتفك، اتعامل مع الادوات دي بالراحة. انا ما شلتش ايدي قبل ما امسك السوستة واركب الحجر واقفل تاني السوستة. يا ريت برضه افضل شفت ده اللي انا كنت لسه بقولك عليه. خد بالك خد بالك خد بالك، الموضوع ده بيكون وحش ويعني سيء لو مسمار ضاع او حاجة ضاعت منها، بنقعد بقى ايه نتخبط انا هعمل ايه او احل المشكلة دي ازاي. فلازم ان انت تاخد بالك كويس، ما تشيلش ايدك، اتأكد ان قبل ما تشيل ايدك مكان السوستة اتعمل تمام. كده احنا فقدنا الحجر بتاعها اصلا في الوقعة اللي وقعت دي، كده احنا فقدنا الحجر بتاعها. فرصة كويسة ان تحصل مشكلة زي كده قدامنا عشان نعرف ازاي نتعامل معاها. هنا كده السوستة بتاعتها عايزة تطلع، فبالراحة كده بنطلع السوستة بتاعتها، ما اي حاجة رفيعة يعني كده، بس عشان هي السوستة على قد الولاعة قوي، فبالتالي مفيش اي حاجة بتضغط عليها كده من جوه. ممكن مثلا تستخدم دبوس رفيع بتاع الكلام دوت، لو عندك جفت زي كده برضو يفضل. هنركب الحجر اهو كده بالشكل ده، هنركب السوستة مرة تانية، نركب الغطا بتاعها. وزي ما بقولك كده خد بالك وانت بتقفل الغطا بتاعها، طالما ان الغطا بتاع الولاعة فيه سوستة فلازم تقعد حاطط ايدك كده بالشكل زي ما انت شايف، تمام، عشان السوستة ما تفلتش منك. وبعد ما تفك او بعد ما تربط شوية هتكمل تاني بالمفك عشان تأكد على المكان اتقفل كويس. تسند بايدك كويس عشان تعرف تقفلها من غير ما السوستة تطير منك. كويس جدا المشاكل زي كده بتحصل عشان نعرف برضو حلها ايه، وهنعمل بعد كده فيديوهات ازاي لصيانة الولاعات وازاي الناس تعرف تتعامل معاها. نعرف نوطي الولاعة دي ازاي كده في هذا الاتجاه. بنوطي الولاعة الولاعة شغالة وبكفاءة تامة. وده كان الكوليكشن الاولاني اللي هو ليفل 1. تعالوا نشوف بقى معانا ليفل 2 او الرونسون زي ما هي بتعلن عن نفسها. هنسيب بقى المفاجأة دي للاخر، تعالوا نشوف معانا الثلاث مفاجآت الرائعين. يلا نبص مع بعض. معانا اولا الولاعة الرونسون اللي بتشتغل بحجر 12 فولت، ولاعة مميزة جدا 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 بلون فضي جميل جدا، مفيهاش خدش مفيهاش ولا الهوا، بحالتها الاصليه بكل حاجتها الاصليه. نجربها مع بعض. بدوسه لتحت كده الولاعه بتشتغل، بدوسه لتحت كده الولاعه بتشتغل. مكان زياده الشعله وتقليلها من المكان ده كده. اما مكان الملو بتاعها فمن تحت هنا كده، شايفين المكان ده كده، ده كده مكان الملو بتاعها. بعمل ايه؟ بلف نص لفه كده الغطا بتاعها وافتحه اهو، هلاقي صمام الملو من جوه هنا اهو. اما مكان تغيير الحجر من المكان ده كده، هلاقي مكان تغيير الحجر اهو، نص لفه كده برضه هلاقي مكان تغيير الحجر بتاعها. حجر 12 فولت زي اللي بيشتغل في بطاريه العربيات، ريموت بطاريه العربيات، تمام. هنلاقي عند بتاع الساعات، هنلاقي عند بتاع الريموت. ولاعه ممتازه ومميزه جدا جدا جدا. دي كانت اول واحده معانا في مجموعه الرونسون. تاني واحده معانا في مجموعه الرونسون هي الولاعه الرونسون النبيتي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. ولاعه بحاله خارجيه جميله جدا جدا جدا، مكتوب عليها من فوق هنا رونسون. مكان زيت الشعله وتقليلها من المكان ده. اما مكان الملو بتاعها من تحت هنا، وده موديل السبعينات الموديل القديم، فمكان الملو اللي هو بيتفتح بالشكل ده. رونسون انجليزي طبعا زي ما احنا شايفين موضح معانا.
والولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. مكان تغيير الحجر بتاعها من جوه هنا هنلاقي كده ده مكان تغيير الحجر بتاعها، وده خزان الحجاره السبير. دي كانت تاني واحده معانا في الكوليكشن بتاع الرونسون. تعالوا نبص على تالت واحده معانا، ودي بقى مفاجاه رائعه 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 بحاله خارجيه فوق الممتازه فوق الممتازه، تأهلها ان هي تكون يعني تاج الكوليكشن ده. الولاعه الرونسون اللي احنا شايفينها باللون الاسود في ذهبي بكل حاجاتها الاصليه، مكتوب عليها من هنا كده رونسون. دي رونسون بشوات يا جماعه، عشان بس نبقى عارفين ليه سعرها غالي، عشان برضو في ناس بتفرض اسعار كبيره جدا عليها. هي سعرها غالي بس يعني مش بالمقارنه للناس اللي بتقول اسعار فلكيه. يعني في حد في مره قال لي 3000 جنيه، طبعا ده سعر فلكي، مفيش الاسعار دي. مكان زياده الشعله وتقليلها من المكان ده كده زي ما احنا شايفين. هنزود الشعله شويه. ولاعة ممتازة ومميزة جدا جدا جدا. مكان تغيير الحجر من جوه هنا كده هنلاقي ده مكان تغيير الحجر، هنا خزان الحجارة السبير. اما مكان الملو من تحت هنا كده زي ما احنا شايفين برضو غطا باللون الذهبي، كلها لونها ذهبي في اسود بشياكة يعني منقطعة النظير يا جماعة. بصراحة بسم الله ما شاء الله تاج الولاعات دي فعلا كلها. زي ما شايفين ده كده جوه هنا كده صمام الملو. والولاعه دي بتعتبر من الولاعات القليله جدا ان انت تشوفها في الولاعات الرونسون، يعني بتتكرر مره مثلا في كل 5000، ما بتتكررش كتير فعلا. بقيت الولاعه الرونسون اللي احنا شايفينها بعلبتها وستاند المكتب بتاعها. ستاند المكتب، ايوه ده ستاند مكتب بيتفتح بالشكل ده عشان تقدر تحط الولاعه قدامك على المكتب بالشكل ده كده. اللي شايف معايا شكل الستاند الشيك قوي وفخم قوي يا جماعه، يعني بصراحه من الحاجات الجميله جدا اللي انت ممكن تشوفها معانا. والستاند دوت جواه ولاعه رونسون باللون الاسود، حاجه حكايه بجد يا جماعه، اصدار مميز جدا يعني. ليه بقى الاصدار ده مميز؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه دلوقتي، بس اما نجرب الولاعه واسمع كده صوت التكه بتاعتها. ده مكان زياده الشعله وتقليلها زي ما احنا شايفين. مكان تغيير الحجر بتاعها من جوه كده زي ما احنا شايفين، خزان الحجاره السبير. مكتوب عليها من هنا كده رونسون بشكل مميز بطريقه جانبيه، هنا مكان زياده الشعله وتقليلها. والمفاجاه ان الولاعه دي رونسون امريكي يا جماعه، عشان كده الشكل بتاعها مختلف، تحس انها عامله زي الدبابه. رونسون يو اس اي زي ما احنا شايفين اهو. هتبان طبعا اكتر في الصور، لو عايز تشوف الصور ابعت لي على الواتساب، ولو لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه. اما مكان الملو بتاعها من هنا كده هنلاقي مكان الملو بتاعها، ادي ده كده صمام الملو بتاع الولاعه. والستاند ده بيتحط على المكتب عشان تسند عليه الولاعه بتاعتك، زي ما بتسند مثلا او حاطط الصوره من الصور اللي انت بتستخدمها او الحاجات اللي انت بتحبها مع العائله. دي تعتبر من العائله بصراحه، ولاعه جميله جدا 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 وبتعبر عن الاصاله. يعني لو حد شافها في فيلم الجريمه بتاع احمد عز بتعبر عن الثراء وبتعبر عن الاصل. تعالوا نشوف بقى مع بعض المرحله الاخيره واخر حاجه معانا في الكوليكشن. اخر حاجه معانا في الكوليكشن انا محضر لكم التوب 3. التوب 3 ثلاث ولاعات بصراحه كلهم في التوب، وانا اخترت مين احسن واحده فيهم، وعشان كده سبت لكم الاختيار. يا ريت بقى تقولوا لي بقى في الكومنت تحت ايه اكتر حاجه عجبتكم وايه اكتر حاجه تشدوا لها. اول واحده معانا ولاعه كيستون. ولاعه كيستون، الولاعة دي من الولاعات القديمة جدا. الموديل ده قديم من السبعينات. ولاعة ياباني زي ما احنا شايفين. مكان الملو بتاعها من المكان ده كده تحت المسمار هنا. تعالوا نجرب مع بعض الولاعة. شكلها يا جماعة شيك جدا، وشكل كده كروهات ما تعرفش ذهبي ولا فضي، لون بيتغير كده مع تقليب الولاعة في الإضاءة. الولاعة مكان زيادة الشعلة وتقليلها من المكان ده زي ما احنا شايفين. من هنا كده نقدر ان احنا نزود الشعلة او نقللها، ويفضل ان احنا نعمل ده واحنا قافلين الولاعه، يعني بلاش تزود الشعله او تقللها وانت فاتح الولاعه. اما مكان تغيير الحجر من الظهر هنا كده المسمار ده، ولازم تكون حذر وانت بتفكه عشان تحتيه سوسته، واحنا شرحنا الموضوع ده في بدايه الفيديو مش هنشرحه تاني. طيب اما هنا ده كده مكان الملو بتاع الولاعه، تقيله في الايد، خزان نحاس وهي كلها على بعضيها اصلا نحاس، يعني الخزان منها فيها. ولاعة مميزة 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 وشيك قوي يعني الصراحة، على الترابيزة او في اي خروجة او مناسبة، يعني هتبقى حاجة في منتهى الشياكة والفخامة. ولاعة كيستون ياباني، خزان نحاس، تقيلة في الايد، عريضة، يعني بصراحة مميزات كتير ناس بتسأل عنها.
دي كانت اول واحده معانا في التوب 3. طب تعالوا نشوف مع بعض ذره التوب 3، الولاعه الوين اللي بترسم من الجنب. انا ما حددتش ان انا احطها جنب الولاعه الكيستون عشان دي لونها ذهبي ودي لونها فضي، فاحنا خلينا الاثنين الذهبي مع بعض والاثنين نوعهم وين. الاثنين نوعهم وين. اول واحده هي معانا فيهم الولاعه الوين التاتش. والولاعه دي بتشتغل بمجرد لمسه هنا كده يا جماعه، بس لانها حساسه لللمس فمش اي لمسه تاثر عليها، لازم بتحط صباعك لحد ما هي تعرف بصمه الصباع. تقول لي تعرف بصمه الصباع؟ اقول لك ايوه، لان ده اول اختراع للتاتش يا جماعه، كان في الثمانينات اول اختراع للتاتش يا جماعه. الشكل ده كده. بتقرا بصمه الصباع وتدوس كده سنه لجوه. بعد ما تقرا بصمه الصباع وتدوس كده سنه لجوه. بصمه الصباع بتتقري من تحت يعني، معلش اسف، من عند الايس دي. بصمه الصباع بتتقري من المكان ده كده بالظبط، وهنا بتدوس بالشكل ده كده. تمام. حاجه يعني اختراع. اليابان دي كانت بصراحه بتقدم اختراعات رهيبه، حاجه في منتهى الجمال ومنتهى القوه ومنتهى الاثاره. بصراحه انا مش متخيل ان الاختراع ده من الثمانينات يا جماعه. الناس دي كانت عايشه في عصر تاني وكوكب تاني زي ما بيقولوا. ولاعه باللون الذهبي تحفه الشيك قوي دوت. مكان الملو بتاعها من تحت هنا كده، وهو برده مكان زياده الشعله وتقليلها. اما هنا ده كده مكان البطاريه بتاعتها، نص لفه كده بس صغيره. الغطا بتاعها بيتفتح، هتشيل الغطا هتلاقي مكان الحجر بتاعها من جوه هنا. ده حجر ليزر من حجاره الليزر بتاعه الاولاد اللي بيلعبوا بيها الولاد. تركب تاني كده الغطا بتاعها، وبعد ما تركبه اتاكد ان انت ضاغط عليه كويس، مركبه في مكانه صح، عشان هو ليه جزء تحت كده هو اللي بيربطه ويخليه ما يقعش. الغطا بتاعها مهم جدا يا جماعه، فلازم نتاكد ان احنا قفلنا كويس مكان الغطا. نجرب مع بعض الولاعه. ولاعه مميزه جدا 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 جدا. قولوا لي يستاهلوا فعلا يبقوا في التوب 3 ولا ايه الموضوع يا جماعه؟ انا مأفور شويه. انا بصراحه عاجبني قوي الولاعتين الوين اللي في الاخر دول باللون الذهبي، جميل جدا جدا جدا. الولاعه الاخيره معانا وين باللون الذهبي زي ما احنا شايفين. ستايل الولاعه اللي هي الدان هيل، ولاعه شيك قوي يا جماعه، في منتهى الشياكه ما شاء الله يعني. ولو تقولوا لي رايكم انتوا، رايكم ايه اكتر؟ مين فيهم ضرة الولاعات يا ترى؟ ضرة التاج بتاع الكوليكشن النهارده يا ترى الولاعه الرونسون دي ولا الولاعه الوين؟ قولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. مكان الملو من تحت هنا كده، وهو ان هي برده كده مكان زياده الشعله وتقليلها. اما اللي في الظهر دوت ده مكان تغيير الحجر بتاعها. والحجر بتاعها بيتغير بشكل غريب جدا يعني، بتقعد تلف هنا كده في الجزء ده عشان يطلع المسمار بتاعها، وهي بتشتغل بمسمار مش بسوسته. وترجع تلف تاني كده بعد ما تركب المسمار وتركب الحجر بتاعها. الولاعه مميزه جدا 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 يا جماعه، وفي منتهى الشياكه ومنتهى الاناقه وتقيله في الايد. لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك سبسكرايب، عرف اصحابك عننا واشترك في القناه وخليهم هم كمان يشتركوا في القناه. فيديو النهارده فيديو مميز ل 12 من اجمل الولاعات اللي مروا علينا في الفتره اللي فاتت. واتمنى دايما ان انتوا تكون بتعجبكم المنتجات اللي احنا بنقدمها والادوات اللي احنا بنستخدمها. لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك سبسكرايب، وعرفنا ايه اكتر واحده فيهم عجبتك في الكومنتات. ولو عجبتكم التجربه دي قولوا لي برده، عشان هقدم لكم تجارب كتير في الفتره اللي جايه، منها تجارب لصيانه الولاعات لايف عشان الناس تعرف ازاي ان احنا نعرف نعمل صيانه للولاعات. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.